زميل ليا بيحكي لي قصة حصلت له. بيقول ان هو في يوم كان محتاج فلوس جدا، فاضطر ان هو ينزل يسحب فلوس من مكن الاي تي ام. ركب عربيته وراح البنك، ما لقاش ركنه، فركن العربيه بتاعته صف تاني وراح لقى مكنتين، مكنه عليها طابور والمكنه التانيه فاضيه. فبيسال لهم: يا جماعه المكنه دي بايظه؟ فقالوا له: لا، ده هي ما فيهاش فلوس. فقام واقف في الطابور. ما فيش شويه وجه امين شرطه لزق له مخالفه على العربيه، فهو طلع جري وساب الطابور وقعد يتكلم مع امين الشرطه عشان يعني يشيل له المخالفه ويقول له: ده هي دقيقه وهمشي. بس يعني امين الشرطه ده كان من الشرفاء ومرضاش يتنازل وساب له المخالفه ومشي. فدخل وقف في الطابور، والراجل اللي قدامهم اول واحد خالص على المكنه، تقريبا اول مره يتعامل مع مكن الاي تي ام والتكنولوجيا دي، فمش عارف يسحب الفلوس. فالمكنه كل شويه تطلع له كارت فوق يجي 10 مرات، والناس زهقانه ويعني خلاص. بعدها جه واحد ما سالش اي حد خالص، جه دخل على المكنه التانيه بتاعت الاي تي ام، حط الكارت، خد الفلوس وقام ماشي في سجات كده. كل اللي واقفين بقى يعني بقى في استبهلال، لا مين اللي قال ان المكنه دي مش فيها فلوس؟ فاكتشفوا ان اول واحد هو اللي قال ان المكنه مفيش فيها فلوس، هو عشان مش عارف يتعامل معاها. فافتكر لما جه حط الفيزا افتكر ان هي ما فيهاش فيها فلوس، فسابها وقام رايح للمكنه التانيه وحط الفيزا. ولما حد بيجي بيساله بيبلغه، واللي وراه بلغ اللي وراه، واللي وراه بلغ اللي وراه، وهكذا. ده بالظبط اللي بيحصل معانا. ما ينفعش نمشي ورا كلام حد بطريقه مطلقه، ما ينفعش نسلم حياتنا لحد ما هواش فاهم. ما تخليش حد اعمى هو اللي يقودك، خلي قراراتك نابعه من اقتناعك انت. بس اسمعها تاني: